عارفين الحاجات الحلوة اللي بتطبطب كده على القلب تبقي مش قادرة تسيبيها. هي دي كده بالظبط حلا رائع مناسب للكيتو دايت ولللو كارب والمرضى السكري بمذاق مختلف تماما. لما نشوف المكونات هنستغرب ان طالع منها العظمة دي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لأبي وأمي وأمة المسلمين أجمعين. اهلا بيكم ومروه كيتو لايف ستايل. زي ما انتم شايفين كده انا ما كنتش قادره اسيبه، يعني حرفيا ما كنتش عارفه اصور من الجمال الطعم بتاعه. المكون الاساسي بتاعي هو القرع، ايوه بالظبط كده، هو القرع كيتو. ايوه القرع كيتو بنسبه 70 جرام في اليوم، وطبعا مش كل يوم. 70 جرام دول هيعملوا لك طبقين حلوين جدا جدا، وممكن اكتر كمان لو الكثافه او العمق بتاعه مش كبير. القرع دوت كان مطهي على البخار ومتفرز في الفريزر، ودي طريقة من ضمن الطرق بتاعة تفريز القرع، سواء ممكن نطهيه على البخار او ندخله الفرن بس يكون بالقشر بتاعه عشان ما يهدرش معانا كتير. احنا عملنا اكتر من وصفة قبل كده القرع، ان شاء الله هيكونوا موجودين في صندوق الوصف. ودي معلقة كبيرة من سكر ستيال، وطبعا محتاجين فانيليا كمان. وهاخد المكونات بتاعتي ديت واضربها في الخلاط او بالميكسر الهاند بلندر اي حاجة. القرع متوفر اليومين دول، قيمته الغذائية عالية، سعره حلو قوي قوي، يعني ما تبخلوش على نفسكم وهاتوا بيتعمل بيه شوربة ويتعمل بيه حلويات وحاجات كتيرة جدا. محتاجة حليب جوز هند، لو مش متوفر استخدمت الحليب البلدي بس بكامل الدسم بتاعه بالقشطة بتاعته. سخنته كويس جدا على النار ونزلت 3/4 دول 70 جرام من القرع، او حوالي كوباية. اخدت كوبايتين 2 من الحليب كامل الدسم بالقشطة بتاعته زي ما قلت لكم، او حليب جوز هند او حليب لوز، حليب يكون مناسب للكيتو دايت او لو انتي لو كارب للنظام الصحي بتاعك. كمية الحليب الباقية ديت هحط فيها نص معلقة من الجيلاتين او الصمغ العربي، بس الصمغ العربي هنحط معلقة، او لو هنحط صمغ زنسان هيبقى هنحط اقل من ربع المعلقة. في كل الاحوال البودنج دوت مش بيكون ماسك لدرجة قوية زي ما شفتوه كده في المقدمة، وهنشوفه تاني بيكون يدوبك متماسك. هجيب مصفى وهصفي بقية الحليب عشان لو في حاجة من الجيلاتين ما تنزلش معانا، وهنقلب كده كويس عشان يتجانس. لو حسيتي ان الحليب طلع معاكي زيادة او ان الجيلاتين بتاعك دوت مش هيديكي نفس النتيجة، مثلا كمية عندك كانت قليلة او اي سبب من الاسباب، ممكن ترفعيه على النار ياخد له غلوة كمان ويبخر شوية من الحليب. دلوقتي بقى الطعم الرهيب، عندك اختيارين، لانما تحطي طعم الفول السوداني او طعم الشوكولات. الطعم اللي يريحك اعمليه. صراحة انا حبيت اكتر الطعم بتاع الشوكولات. عندي الشوكولات سبريد ديت مناسبة تماما للكيتو دايت، من متوفرة في المحلات بتاعة الهيلث فود كتير يعني جدا. هاخد منها معلقة كبيرة. طب لو انا ما عنديش لا زبدة الفول السوداني ولا الشوكولات السبريد ديت، ممكن احط شوكولات دارك عادي جدا جدا، وممكن كمان احط كاكاو خام. اللي موجود متوفر اعمليه. القطعة بتاعة الشوكولات ديت او المعلقة بتاعة الشوكولات نقلت الطاجن ده في حتة تانية خالص. في المرحلة الاولانية لو احنا حاطين اللبن مع الجيلاتين مع القرع عادي جدا، وطبعا السكر مناسب للكيتو والفانيليا، هنعمل منهم احلى مهلبية قرع. لكن هو كده نقلها لي في حتة تانية خالص. هجيب القوالب بتاعتي وهبدأ اصبهم. ممكن بقى تضيفي مكسرات زي ما تحبي، تزودي شوكولاتة تقللي شوكولاتة زي ما تحبي. رغم ان هي شكلها هنا مش غامق، لكن لما بردت خالص في التلاجة لونها اغمق شوية. القوالب دي كويسة ومتوفرة في المحلات بتبيع الاكياس النايلون، وسعرها يعتبر زهيد وشكلها شيك في التقديم، وكمان بتحجم لي الكمية بتاعتي اللي انا هعملها علشان الواحد ايديه ما تسرحش وهو بياخد. حقيقة هم عملوا 4 بس فعليا، والواحد قبل ما تبرد كده تماما انا ما قدرتش، كنت عايزة اجرب الطعم واخدت واحدة منهم، عشان كده في التقديم في النهاية كنت مقدمة 3 بس. دخلهم التلاجة وهسيبهم لما يبردوا براحتهم خالص. ده شكلهم بعد ما برد تماما. هنبدأ بقى نعمل توبينج كده من فوق ونجمل السطح بتاعهم بأي شكل تحبه.
وممكن برضو تتقدم كده، بس انا حبيت اقدمها لكم باكتر من طريقة علشان تاخدوا افكار اكتر. يعني في واحدة انا حطيت عليها كاكاو خام، واحدة تانية حطينا معاها فراولة، وهكذا يعني عشان يبقى ذوقهم حلو ويبقوا مختلفين من حد للتاني. وطبعا بصراحة لو كنا حطينا حبة من القرفة كانت هتبقى رهيبة. انا حطيت على الاولانية خالص اللي ما كانتش في التصوير الرشة من القرفة مع الجنزبيل البودر. جوز الهند كمان بيدي شكل حلو قوي قوي وطعمه مختلف ولذيذ وبيرفع القيمة الغذائية عشان الدهون الزيادة اللي فيه للكيتو دايت. اتمنى الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم. ما تنسوش يا جماعة تدعمونا بلايك وكومنت، بيفرق معانا جدا 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 وبيعلي الفيديو لو انتوا شايفين ان المحتوى اللي احنا بنقدمه يستحق. هتلاقوا عندنا قائمة كبيرة جدا فيها وصفات كتير للحلا، للناس اللي عندها مقاومة انسولين وحساسية الجيلاتين، والناس اللي بتحب الاكل الصحي عموما. ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واستنونا في فيديوهات تانية ومروة كيتو لايف ستايل. دلوقتي هحط لكم مجموعة من صور الحلويات اللي عندنا تغريكم شوية، وهتلاقوها كلها موجودة في قائمة الحلويات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.